ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين دي ايه بقى؟ دي بقى الاكله المفضله في الشتاء. تقعدي كده تحت البطانيه اخر الليل بقى بالليل، وتروحي بقى عامله لك مج كبير زي ده كده. ويا سلام بقى، يا سلام لو بقى جواه مكسرات. للاسف عندي، بس بصراحه بجيب المكسرات بالخشب علشان تقعد عندي بالسنه ما تزنخش. عشان كده بقى بصراحة كسلت اكسر بقى واعمل، بس انا عايزة اقولك بصراحة الاكلة دي باور باور باور. وممكن كمان تاخديها الصبح، اول ما تصحي بقى من النوم كده تبدأي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وتصلي طبعا الصبح او بقى الفجر، وتعملي بقى الكوباية المتينة دي. عايزة اقولك بجد بجد اكلة زمان وجمال زمان. وبجد يعني الزمان رجع بينا لما بنعملها مع اولادنا. عارفين دي ايه؟ دي بقى كلناها كلنا في بيوت اهالينا، وكانت تحفة، بس كتير قوي مننا بينساها. اللي هو ايه؟ اللي هي البليلة. فاكرين البليلة؟ كلكم فاكرين البليلة. نقول صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرضا من الرحمن. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بصحة وعافية. ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية اي حاجة لازم تصلي على الحبيب وتسمي بالله. دي بقى ايه؟ ده القمح اللي احنا بنجيبه من عند اي عطار. بتقولي له عايزه ربع كيلو، نص كيلو قمح بتاع البليله، بيديهالك بتجيبيها. تنقعيها بقى ساعه، ساعتين، على حسب ايه، على حسب ما انت هتقدري تنقعيها يعني، او الوقت بتاعك برضو. نقعتها وغسلتها وسبتها حوالي ساعتين، وبعد كده شطفتها، حطيتها في الحله. ميه سخنه بقى، ميه سخنه على طول، مش هستنى بقى ان انا اديها ميه ساقعه، ميه سخنه. وايه بقى اللي انا حطيته دوت؟ شويه رز، مفيش اكتر من كده. وسيبيها بقى تغلي غلوتين تلاتة. اول ما خلاص تتفتح، عامله زي الورده كده، اول ما تفتح خلاص هي كده استوت. ادفع عليها وسيبيها قيمه ساعه، تلاقي بقى الميه بتاعتها بقت حاجه كده. عايزه اقولك تحفه تحفه تحفه. شويه الرز بقى اللي انا حطيتهم دولت هيعملوا معاكي احلى ميه بليله. مش هتبقى بقى ميه صيطه كده، لا، هتبقى ميه بليله، ميه تقيله وتحفه تحفه تحفه. تجيبي بقى المج بتاعك، تجيبي البوله، تجيبي اللي انت تحبيه، وتروحي بقى غرفه كده زي ما انتوا شايفين كده. عفوا. وتغرفي بقى المج الجميل بتاعك دوت او البوله بتاعتك ديت. وسلام بقى، يا سلام بقى لو بجد بتاكليها. جربي بقى وانت تحت البطانية، تحسي كده بحاجة كده سبحان الله، طاقة وباور. وطبعا زي ما انتوا عارفين اي حاجات اللي هي زي القمح والكلام دوت، طبعا ايه، بيحسسك بالشبع. ده ايه؟ ده طبعا اللبن. حلي بقى اللبن بالسكر، وتروحي حطها على طول على الايه، على البليلة الحلوة بتاعتك ديت. عايزة اقولك حاجة كده جميلة، حاجة كده مفتخرة، حاجة تدفيكي كده في الشتاء. يا سلام بقى شوية جوز الهند اللي موجود بقى عندك في البيت. عندك جوز الهند حطي، عندك سوري، عندك قصدي زبيب حطي. هنا بقى انا كنت بعمل ايه؟ كنت بحط السكر وبقلبه زي ما انتوا شفتوا كده. اللي مش هتحلي اللبن عادي، حطي اللبن عادي زي ما انا عملت كده، وحطي السكر بتاعك على حسب ما انت بتحبي التحلية بتاعته. وبعد كده بقى ايه، شكليها زي ما انت تحبي. عايزه تشكلي زي ما قلت لك مكسرات بقى. انتوا عارفين مج زي دوت لو احنا رحنا اي كافيه، مجرد نبليله اهي، احنا كلنا عارفينها بليله، وطلبتيه، شوفي بقى هناك هتدفعي كام. يبقى ليه ما نحرمش بقى اولادنا من الحاجات الحلوه بتاعت زمان دي؟ وكلها فايده، وكلها طبعا فيتامينات وحاجات حلوه قوي. وعلى فكره مش غاليه يعني. احنا دلوقتي كلنا بندور على الحاجه الحلوه اللي ايه، اللي كلنا نقدر نشتريها، وكمان نفرح بيها اولادنا. وبيبقى الجو برد بقى والولاد عايزين يتدفوا، كل واحد كده بوله، وحطي بقى شويه جوز الهند، شوية زبيب، وألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشير وتفعيل الجرس. نورتيني في قناتي، أهلا وسهلا بيكي. واختما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبنا وشفانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله.